السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي المغاربة، قبل ما نبداو الفيديو نعطروا الأفواه ديالنا بالصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. خوتي وخواتاتي، شكرا على دعمكم المتواصل للفيديوهات اللي كنشارك معكم. شكرا لكل واحد كيدير لايك وكيبارطاجي باش يوصل صوت الوعي وصوت المواطن المغربي الحر. خوتي المغاربة، اليوم غادي نشارك معكم واحد الرياكشن جديد، فيديو جديد اللي غيجي على لسان الإعلامي القدير محمد عمورة حول موضوع النصابة اللي كينصبوا على الناس في الاراضي والعقارات ديالهم بطريقه احترافيه، وما غاديش تخطر حتى على الجن الازرق. هذا النوع من النصابه كيكون ذكي بزاف وصبور ووجهه صحيح وفي نفس الوقت كيغامر بحياته. نسمعوا هذه القصه اللي غادي تصدمكم بزاف وغادي تحل لكم عينيكم وتنقي لكم ودنيكم باش تاخذوا منا العبره وتردوا بالكم. سمعوا هذا النصاب كيفاش كيبيع الاراضي اللي ماشي ملكو اصلا. نسمعوا الفيديو ولنا تعقيب وسط الفيديو في اخر الفيديو ان شاء الله. ايوا خوتي، بلا ما نطول عليكم خليكم تشاهدوا الفيديو للنهايه. ما تنساوش دعمونا بلايك والاشتراك في القناه باش يوصلكم كل ما هو جديد بحول الله. والنصاب بهذا الشكل ودير هذه القضيه اللي غادي نحكي لكم، خص تكون عندك الجبهه صحيحه، خصك تكون جريء بما في الكلمه من معنى. كيمشي كيدور في المدينه اللي هو فيها ولا كيمشي لمدينه اخرى، كتبان له شي ارض خاويه في شي بلاصه مزيانه دايره الثمن، كيبقى يمشي ويجي نهار يومين 3 ايام كيشوف باللي ما كيدور حد بهذيك الارض، كيجيب الصباغه وكيكتب ارض للبيع فقط، ارض للبيع. كيمشي يغبر عليها واحد السيمانه، وملي غبر ديك السيمانه راه مشى لشي مدينه اخرى لقى فيها عاوتاني شي ارض كتاب عليها ارض للبيع وغبر عليها. كيرجع الاولى اللي كتب فيها مثلا، كيشوف باقا ديك ارض للبيع مكتوبه، ما قرب لها حد ما والو. كيتاكد انه هذيك الارض اما ماليها مسافرين، اما على برا، اما مخلينها تما. كاين اللي كتكون عندها الارض كيبقى خليها تما راه كتزاد في الثمن، ما كاين حتى مشكل. كاين بعض الاراضي اللي كيجتهد فيهم اكثر لما كيكون الثمن والسومه في ديك البلاصه عاليه بزاف. كيمشي كيقلب في الكاداستر على ديك الارض، كيقلب على الرقم ديال التيتر ديالها وكيستخرج ليها شهاده ديال الملكيه. طبعا الارض ماشي ديالو، كيستخرج شهاده الملكيه من خلال الشهاده كيعرف الاسم ديال المالك، المساحه ديال الارض، واحد المجموعه ديال التفاصيل اللي كتكون، لانه اي مواطن عنده الحق يمشي يستخرج شهاده ملكيه لاي عقار. قانون سامح بهذه القضيه هذه. لما كيعرف التفاصيل ديال الارض وكيرجع عاود للارض وكيلقى باقا هذيك ارض للبيع وما قاص فيها حتى شي واحد، كيكتب حداها رقم ديال التليفون، شريحه من الشرائح ديال التليفون اللي عنده. وانتم عارفين دابا لاكارت ديال التليفون كدير 10 ديال الدراهم، ممكن يكون عندك 100 رقم ما كاين حتى مشكل. الله يكفوك الله يحفظك. كيبقى يتسنى، كيعيط له شي واحد، السلام عليكم. وعليكم السلام، الله يخليك عندكم واحد الارض كتباع. كيقول له هي فين كاين هاد الارض؟ حيت ورقاني بزاف ديال المصائد. كيقول له الارض اللي عندكم في المدينه الفلانيه في الحي الفلاني. كيقول له هي كاينه. طبعا كيبدا يسول على معلومات هذاك اللي باغي يشري. كيقول له هذيك الارض الله يخليك شحال المساحه ديالها؟ هو عارف المساحه لان مشى خذ المعلومات من الشهاده الملكيه. كيقول له المساحه ديالها كذا كذا، وراها ارض وتما راه عندهم R+2 ولا R+3 ولا R+1 اللي كنظن فيلا. المهم كيعطيه المعلومات، كيتكلم اللي عنده شي ارض يحضر راسو ضابط اموراته. كيقول له بشحال كتبيعوها؟ كيقول له شوف اسيدي، هاد الهضره ما كتناقش في التليفون. الا كنتي باغي تشري بالمعقول مرحبا بك، اجي نجلسو ونتفاهموا. كيجي السيد عنده من بعد ما كيضرب له الموعد. طبعا قبل ما كيتلاقى معاه من بعيد كيعرف اشنو كاين وعنده الشريك ديالو. كيبعث بالشريك ديالو كيقول لهذاك السيد السلام عليكم. وعليكم السلام. الا كانت الامور هانيه السيد الاخر كيقول له اهلا، واش انت السيد اللي كتبيع الارض؟ كيقول له مرحبا، هي ديالاش الارض؟ كيوزنو. ملي كيلقى السيد كيقول له الارض راني اتصلت بك بغيت نشري واحد الارض. كيقول له هي راه الصديق ديالي ها هو ماجي. الاخر كيجي من بعد ما كيتلقى الاشاره اللي متفق عليها مع صاحبه، كيجي كيجلسوا مع السيد في القهوه، كيبدا معاه التفاوض. شحال كطلبوا في هذيك الارض؟ كيقول له كنطلبوا فيها كذا كذا، ولا كان الفلوس ديال كاش وما غاديش تعطلني بزاف انا لانني في الخارج باغي نبيع دغيا ونمشي في حالاتي. وشنو كيعمل؟ السر فين كاين؟
انه كيخصو يبين لهذاك الشاري ان هذيك الارض همزه. اللي نفرض هذيك الارض كدير واحد 60 مليون، كيطلب له هو 45 مليون. كيقول له بدي راني عامل واحد الثمن مناسب لانني باغي نبيع ونمشي في حالاتي بسرعه. لايك اخوتي الله يحفظكم، السيد بارطاجيو اخوك الفيديو. يسمع 45 مليون ما خصوش يضيع هاد الهمزه هادي. وفي ذاك الوقت اللي هو كيهضر معاه كيجيه تليفون لهذاك اللي باغي يبيع الارض، كأن شي واحد اخر كيعيط له كيسول على نفس الارض. بس صاحبنا يتحرق باش يعموا ليه العينين ويخاف انه تمشي له الهمزه. الو هي يا سيدي كنبيعوا هذيك الارض. اييه مرحبا سيدي مرحبا، ولكن يسمح لي دابا معايا شي حد نيت راه كيهضر على الارض، ان شاء الله هذا الرقم اللي طالع عندي الرقم ديالك. اييه واخا انا غادي نعاود نتصل بك الا كانت مكتبه لك في الرزق اللي مكتب له هذاك الرزيق غادي يديه. بسلامه سيدي. كيقطع مع السيد وكيكمل مع الاخر الهضره. الاخر كيقول له واش ال 45 مليون هو الثمن الخار ما فيش نقاش، حيت هذه ما كتشطر واخا تبان لينا الهمزه. كيقول له هادشي اللي كاين، الى عينك في الارض مرحبا بك. كيقول له سيدي انا شاري منك. كيقول له مرحبا حتى انا بايع لك، ولكن خصك تعطيني عربون. انت كتشوف انه الناس كيعيطوا، ما خصنيش الا كنتي شاري خصني نعرفك شاري تعطيني العربون. كيقول لك هي نعطيك العربون ولكن قانونيا. كتقول له ما كاين حتى مشكل، هو مستعد يدير معاك ورقه، مستعد يسني لك، مستعد يعطيك لاكارت ناسيونال ديالو، وطبعا مزوره. وطريقته هو وصاحبه كيلعبوا بهذاك السيد وكيزربوا عليه بحال كنقولوا في طريقتنا، حتى كياخذوا منه اي مبلغ ديال العربون هما رابحين. وملي كيطلب الاخر الاجراء القانوني ديال انه يليغاليزي معاه مثلا العربون، كيقولوا الاخر ما كاين حتى مشكل نوقع لك، ما كاين حتى شي مشكل. ديك الوقت كيطلع العربون، لكن غادي يقنع ب 5000 درهم ولا ب 10000 درهم. كيقول له انا محتاج واحد 100000 درهم، لانه غادي يريسكي كثر، غادي يغامر، غادي يمشي كيخصو ليغاليزي، غادي يديه لواحد الجهه فين كيليغاليزي عنده فيها صحابو واخا ما عارفين واش راه كيخلوط، ولكن المهم ما غاديش يزيدوا يتعمقوا معاه بزاف. اما كيليغاليزي معاه اما كيقبط معاه العربون لايك بلا اخوتي ورقه الله من جوج، يحفظكم، كيتبان بارطاجيو له الفيديو. الرقم ديال التليفون عاوتاني من جديد. كيقول له ما كتجيش في هذه النمره ديال صاحبي. كيلعبوا بالسيد، كيعطيوه جميع الصور ديال الامن والامان، والاخرين كياخذوا الفليسات ديال العربون وكيزيدوا في حالاتهم. وهاد القضيه كيديرها في ارض في هذه المدينه وارض في هذه المدينه وارض في هذه المدينه. اللي شدات مرحبا، مغامر طبعا، يقدر يطيح يقدر يتشد، ولكن يقدر يفوز بفلوس كثيره. انما شوف يحصل ايوا خوتي، اش بان لكم في هاد الواقعه اللي سمعتوا؟ واش فعلا كاينين نصابه بهاد الجرأه والسنطيحه؟ انا بعدا كنقول كاينين وما اكثرهم. هاد الفيديو توعوي وغادي يخلي كل واحد ما يبقاش يثيق في هاد النوع من الذئاب. ولا بغيتي تشري ولا تبيع شي ارض، سول على راسك مزيان وما تزربش، حيت يقدر يجرى ليك ما جرى لهاد السيد اللي سمعتو في القصه. المهم خوتي، انا عجبني هاد الفيديو وبغيت نبارطاجيه معكم ونديروا عليه رياكشن. هذا ما كان خوتي اليوم. الا وصلتي لهنا وعجبك المحتوى كتبوا لي ارائكم في التعليقات. ما تنساوش تدعمونا بلايك والاشتراك في القناه باش يوصلكم كل ما هو جديد، وبارطاجيو الفيديو باش يوصل صوت الوعي وصوت المواطن المغربي الحر. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.